مساء الخير خواتي وخياتي في فيديو جديد، ومرحبا بكم كامل في قناتكم. فضلا وليس امرا ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. في الايام الاخيره طلع اسم حسام لافوفو بقوه في مواقع التواصل الاجتماعي، بصح هالمره ما كانش بسبب فيديو جديد ولا محتوى، بل بسبب قضيه قانونيه شغلت الراي العام وخلات الناس تنقسم بين اللي يدافع واللي يهاجم، حيث القضيه تتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال في مبلغ قدر ب 750 أورو مرتبط بإجراءات سفر. الأمر اللي خلى السلطات تدخل وتحول الموضوع من مجرد كلام في السوشيال ميديا إلى ملف قضائي حقيقي. حسام المعروف بنشاطه على الانترنت وبقاعدته الجماهيرية، كان الناس تشوف فيه شخص عادي يهدر ويصور وينقل وقائع، بصح كي خرجت القضية اللي هي 750 أورو كلش تبدل، والخبر انتشر بسرعة عبر الفيديوهات، ستوريات، تعليقات، اتهامات، وحتى الدفاع عنه. وفي ظرف قصير لقى روحه محبوس على ذمة التحقيق. الموضوع الأهم وين تبدأ المسؤولية وين تنتهي الشهرة، خاصة وأن السوشيال ميديا ما تستناش الناس تنصف ولا تحكم وتصدر أحكام في دقائق. وكاين بعض المتابعين قالوا القانون فوق الجميع، مشهور ولا ماشي مشهور، ماشي كيماه مريضة ما يتحاسبش. وكاين اللي قال ما نحكموش حتى تخرج الحقيقة كاملة، ومنهم من ركز على المبلغ الصغير مقارنة بالخطأ، وقال 750 أورو ماشي مبلغ كبير، بصح الخطأ يبقى خطأ. وايضا كاين تعليقات ساخره تقول السوشيال ميديا طلعك قدر تريبك وتطيحك. في وسط هذا كامل لازم نذكره بان الاتهام ما يعنيش الادانه، وان التحقيق مرحله والكلمه الاخيره للقضاء، ماشي للفيسبوك ولا للتيك توك. بصح في الواقع اي خطا صغير يولي قضيه كبيره، خاصه مع الناس المشهوره والثقه اللي الناس تعطيها لهم عبر الانترنت، بحيث اليوم اي شخص عنده متابعين كلامه محسوب، تصرفاته ايضا محسوبه، والمتابعين لازم يكونوا واعيين وما يثيقوش ثقة عمياء. وحتى الشهرة نفسها تجيب مسؤولية قبل ما تكون فرصة، والقضاء وحده يفصل والوقت هو اللي يبين الحقيقة. من هذه القضية نتعلموا بلي ماشي كل شيء اللي نشوفوه في السوشيال ميديا مضمون، وأن الثقة لازم تكون بالعقل وماشي بالعاطفة، والشهرة تزيد المسؤولية وما تنقصهاش، وأن الأحكام الأولى للناس على الانترنت ما تعكسش الواقع الحقيقي. واليوم حسام وغدوة شخص آخر، والدرس يبقى واحد، ما تحكموش قبل ما تفهم، وما تصدقش كل شيء تشوفه وتنسى كلمة القضاء. والقضية مثال واضح على كيفاش السوشيال ميديا تقدر تطلع شخص وفي نفس الوقت تحوله إلى موضوع جدل كبير. وكاين بزاف مؤثرات، نقصد المهدمات، وقفوا مع حسام لافوفو، من بينهم كارولين اللي قالت أنه مظلوم وعلى وجه يماه ما تدوهش الحبس، يماه رايحة تضيع موراه. وزيد كاين ناس غلطوا أكثر من هكا وما تحسبوش، إشمعنى حسام برك تدوه للحبس، يا تسجنوهم كامل يا تخلوه. هذا هو القانون الجزائري ديما مع الواقف. وانتم واش رايكم في كلام كارولين؟ هل تشوفوا حسام لافوفو مظلوم ولا لازم يتحاسب كما هو كما غيره؟ خلونا أراكم في التعليقات باحترام. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.